السلام عليكم الغزالات، مرحبا بكم في القناة في فيديو جديد اللي ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة الاستعمال اللصقة ديال الحنة. المهم انا غادي نوريكم الفكرة العامة والتطبيق والشكل وداكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وكنتمنى الى عجبكم الفيديو دعموني بالاشتراك ولايك للفيديو. شكرا لكم ومرحبا بكم. غادي ندوزو ناخدو الشكل اللي بغيتوه، يعني اللي يعجبكم. كيكونوا عند العطار كيديروا ما بين 5 دراهم 10 دراهم على حسب الرسمه وعلى حسب الورقه، يعني الحجم ديالها ديال اللصقات. المهم كتاخدوا الرشمه اللي عجباتكم وكتطبقوها على يديكم. وهنايا خديت يعني قطعتها بالمقص، قطعت غير الاشكال اللي بغيت انا نلصق في يدي، يعني كتقطعوا غير الاشكال اللي نتوما باغيينهم. ومن بعد كنستعمل ديك الحنه ديال الاروى اولا شمائلو اولا كنزه، يعني الحنه اللي كتكون بوماده كتخرج بسرعه، يعني اللون ديالها كيخرج بسرعه. هنا استعملت اروى كيف ما شفتوها في الاول، وهي كتباع حتى هي عند العطار، دايره 10 دراهم 8 دراهم، المهم على حسب على حسب الحانوت وعلى حسب الموقع منين خديتوها، يعني كل واحد كيزيد درهم او 2 دراهم على حسب الربح ديالو على حسب الموقع ديالو. المهم هنا كنلصق اللصقه مزيان، كتحاولوا تضغطوا عليها مزيان مزيان باش تلصق لكم، ما يكونوش فيها تشوهات فاش تحطوا عليها الحنه، حيت هاد الحنه راه بحال شويه سائله، يعني فاش كتحطيها شويه بحال كتدلع في اليد، يعني خاصكم ضروري تلصقوا اللصقه مزيان، يعني تضبطوها مزيان باش ما يوقع لكم حتى شي مشكل في الزواقه. المهم هنا غادي نطبقها، هنايا غادي نديرها فوق ديك اللصقه ديالي، وغادي نخليها ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه. يعني انا هنايا حيت ما عنديش الوقت وحنا الليل، ويعني راكم عارفين ما كنقدرش انا نصبر نبقى جالسه على الحنه حتى تنشف. هنا خديت الحنه الكحله، يعني نفس النوع اروى وهي في الكحل، باش غير ندير ديك الخطوط ديال الجناب. عجبتني نجربها وصافي كيفاش غادي تجي. المهم كما قلت لكم خليتها ما بين 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. وغسلتها بالماء، يعني غنوريكم الطريقه كيفاش تحيدوها، يعني باش تغسلوها. واللي عندها الوقت يعني تقدر تصبر عليها، غير هي فاش تكوني مطبقاها ما حاولي ما امكن ما تزعزعيش بيديك، يعني باش بقاي راسيه بها باش ما تشخلطلكش الزواقه. المهم كما كتشوفوا كتغسلوها من تحت الروبيني ضروري باش ما تطلق لكمش اللون في بلايص اخرين من غير البلاصه اللي نتوما محتاجينها. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وبسلام عليكم.